ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. معانا طريقة الفايش. اليومين دول طبعا في الفرن غالي جدا، فتعالوا نشوف هنعمله ازاي بمقادير موجودة عندنا في البيت. طريقة سهلة وسريعة جدا وحلوة قوي. معانا المقادير اللي انا هقولها دي مقادير كيلو ونص. على حسب ما انت عايز تعملي، هتاخدي مني المقادير تعملي نصها او تضاعفيها براحتك. ده مقادير كيلو ونص دقيق. معلقتين خميرة كبار. كيس الخميرة الفورية، الكيس دوت بيكون 10 جرام. انا حطيت كيس ونص، يعني 15 جرام بالظبط. تمام. ومعلقتين سكر كبار، عليهم نص كوباية مية دافية. هنسيبهم يتفاعلوا مع بعض، هنركنهم على جنب، نسيبهم يتفاعلوا مع بعض. وهنجيب معانا كيلو ونص دقيق، عليهم رشة ملح، عليهم نص كوباية سكر. لو عايزة تقللي السكر براحتك، بس هو كده السكر بيبقى مظبوط. نص كوباية سكر، عليهم معلقتين محلب ده بنجيبه من عند العطار. المحلب ده بيدي ريحة جميلة جدا للفايش. تمام. المحلب ده بتجيبيه، فيه بيبقى صحيح وفيه ناعم، في عطار بيبيعه صحيح وفي عطار بيبيعه ناعم، على حسب ما هتلاقيه متواجد. لو جبتيه صحيح هتطحنيه في المطحنة عادي بتاعة الكب او الخلاط. لو جبتيه ناعم خلاص هتحطيه على طول. والتعزيز الطعم موجود متوافر عندك، تمام، حطيه. مش متوافر يبقى بلاش منه خالص. معلقتين لبن بودر. في مفيش خلاص، مش هيأثر عليه في اي مشكلة خالص. تمام. هقولكم المقادير تاني. كيلو ونص دقيق، عليهم معلقتين محلب، عليهم نص كوباية السكر، عليهم معلقة كركم ورشة ملح، معلقة كركم كبيرة ورشة ملح. تمام كده. نحط المواد الجافة كلها مع بعض ونقلبهم كويس جدا في الدقيق يكون منخول كويس مرة واتنين وتلاتة. تكون دقيق مجربوه قبل كده في المخبوزات. وهنجيب معانا المية من نص لتر، يعني 500 جرام ل750 جرام. تمام. وهنضيف المية دافية، وهنضيف بالتدريج. مش هينفع تحطي مية كتير، لان مش هينفع تزودي دقيق، على ان الدقيق دوت بالملي. تمام. هو مش بياخد معانا وقت خالص. هنعجن بقى كده على قد ما نقدر نلم العجينة. زي ما انتوا شايفينها كده، بقت عجينة معايا طرية بتلزق، بس مش بتلزق جامد طبعا. ومعانا بقى هنجيب ربع كوباية زيت. ربع كوباية، ما تكتريش على ربع كوباية. هو الزيت بس عشان خاطر العجينة تبقى تلم معانا كده وما تبقاش بتلزق في ايدينا، لكن احنا مش محتاجين زيت خالص. فربع كوباية دي احنا حاطينها نلم بيها العجينة. تمام. هنعجنها كده كويس جدا بالزيت. شايفينها بقت عاملة ازاي؟ بقت تحفة، ملمسها بقى ناعم جدا وحلو قوي. هنغطيها بقى بالكيس وهنسيبها ان هي تخمر براحتها. طبعا احنا في الجو الشتاء، هي قعدت معايا حوالي ساعة الا ربع. بس غطيها كويس، يعني اغطيها بكيس. عندك استرتش ماشي تمام، لف الوش بالاسترتش، هتخمر برضو تبقى كويسة وزي الفل. كده معانا بعد ما خمرت اتضاعف طبعا حجمها. هنجيب طبعا جنبنا طبق فيه شوية زيت، لان العجينة ما زالت طرية. هنقطع بالزيت، ندهن ايدينا بالزيت قطعي بقى التقطيع اللي انت تعجبك. عايز تعمليه قرص، ولما لما يستوي بعد كده تبقي تقطعيه. عايز تعمليه رول زي التوست، وبرضو لما يستوي ويبرد تبقي تقطعيه. عايز تعمليه زي رغيف الفينو وبعد كده تقسميه نصين، زي ما انت عايزه. تشوفي الطريقه بتاعتي والطريقه اللي تعجبك امشي عليها، اللي تريحك، اللي شايفه ان هي سهله بالنسبه لك تمام امشي عليها. اهو هنعملها. طبعا هي العجينة لسه معايا طرية خالص. هعملها زي رغيف الفينو الصغير خالص، وهي لسه هتخمر طبعا. معلش هنا
بنوتي كانت بتعمل لكم قلب يعني، وبتقول لكم ان الفايش دوت يستاهل قلب كبير. والصينية هنكون دهنينها بايدينا كده بس من تحت مسحة زيت عشان خاطر ما يلزقش، مش اكتر يعني. على الرخامة بقى بايدي زي ما انت عايزة. لفيها رول كده كويس، ما تكبريهاش قوي عشان في الاخر لما تستوي هي بتنفش وبتكبر، وتعرفي تقطعيها ما تبقاش كبيرة قوي، وتيجي تحمصيها تلاقيه طري من جوه. جميل قوي مع كوباية شاي الصبح، تاخدي فايشتين. حلو جدا، وسعره بقى غالي جدا بره. طبعا عشان دقيق غالي، فانت لما تعمليه في البيت ما تكلفناش اي حاجة خالص، وهنعمل كمية كبيرة زي ما هتشوفوها في اخر الفيديو. الكمية اللي عملناها طلعت قد ايه، حلوة جدا يعني. هنقطع بقى الكمية كلها وهوريها لكم في الاخر هتبقى عاملة ازاي. تمام زي ما انتم شايفين كده، لسه ما خمرتش معايا ولا اي حاجة. كده الصينية، بصوا عملت اول صينية ديت، وهعمل لسه الصينية التانية كمان. تمام كده معايا. لما العجينة بقى ريحت شوية وابتدت ان هي تتماسك معايا، بقيت اعرف ان انا اعملها رول على الرخامة قد رغيف الفينو الصغير. تمام كده، حلو زي الفل وجميل، وريحته جميلة قوي، وطعمه كمان حلو قوي. جربوه لو عندك دقيق، قومي اعملي نص كيلو، متكتريش، جربي في نص كيلو بس، هيعجبك ومش هتبطلي ان انت تعمليه، دايما هيكون عندك في البيت. هنا كان اختمر، انا غطيته طبعا بكيس، وحطيت عليه حاجة يعني زي فوطة كده، بحيث ان هو يختمر كويس، يدفى، لان الجو كان ساقع جدا. وحطيته في الفرن، ولسه الدفيان بتاع الفرن، السخونية هتخليه يخمر اكتر واكتر كمان. هنا كنت طلعته من الفرن. أه بصراحة انا سبته لتاني يوم، يعني انا طلعته من الفرن وسبته يبرد، لان انا كنت عاملاه متاخر، فكانش ينفع ان انا اقطعه خالص وانا لسه مطلعاه من الفرن ابدا، كان هيفرول مني وهيبقى مش حلو. فانا بصراحه سبته لحد تاني يوم لحد ما برد خالص، وهنا انا بقطعه تاني يوم زي ما انتوا شايفينه كده، حلو قوي. لو عايزه تسيبيه كده وتحمصيه بعد كده في الفرن، مفيش مشكله، ممكن تحمصيه زي ما هو كده. لو عايزه تقطعيه نصين زي ما انا هعمله، برضو اقطعيه براحتك. تمام كده، حلو زي الفل.
هنمسك القطعة الواحدة نقسمها نصين بالطول بنفس الشكل كده، هنقسمها نصين. يا ريت تكون بسكينة اللي هي اللي ليها سنون من تحت. اهي شايفينه عامل ازاي؟ ده لسه بقى كمان لما يتحمص تحفة تحفة تحفة، حاجة كده جميلة يعني. دي هنا كده الصينية اللي كانت لوحدها، اللي كانت مليانة على الاخر. الصينية الاولانية كان فيها فراغ كده شوية. شايفين من جوه عامل ازاي؟ عجينة خمرانة كويس، مستوية كويس، مخدومة حلو. قطعته ورصيته في الصينية عشان خاطر احمصه. تمام. هنولع الفرن على نار هادية جدا جدا جدا، اقل درجة في الفرن، ونسيبه. وكل ما ما نسيبه مثلا 5 دقايق 10 دقايق، نروح نبص عليه ونقلبه وشه وظهر. زي ما انتوا شايفين محمص جدا مقرمش، طعمه السكر بتاعه مظبوط قوي، حلو، مع كوباية شاي وكوباية لبن. الف هنا وشفا للي ياكله. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي، مع السلامة.